السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، حشوني جدا جدا. بحب أرحب بكل المشتركين عندي، كل الشكر وكل الدعم وكل المحبة ليكم، نورتوني. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، ما بقى تقيلة أبدا. أنا طالبة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. أنا غادة، أهلا وسهلا. والنهارده فيديو جديد ورياكت جديد، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وندعو لأهل غزة وندعو لكل المستضعفين في الأرض، ربنا ينصرنا، ربنا ينصرهم ويحمي بلدنا يا رب العالمين. وفيديو جديد ورياكت جديد، وزي ما شفنا في بداية الفيديو، الفيديو اللي أنا حطاه يا جماعة ده فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باتنين، او ده عامل تقريبا عامل باركينج بيتضرب في الشارع. انا مش عارفة الشخص اللي بيضربه ده مين او وظيفته ايه، لكن والله العظيم اكتر فيديو وجع قلبي، اكتر فيديو شفته وحسسني بالقهر، حسسني بالحزن، حسسني ان قلبي وجعني جدا لما شفته. وحضراتكم في اول الفيديو شفتوا الفيديو اللي نازل او منتشر بعامل بسيط، انسان بسيط يا جماعة خالص، بيشتغل عامل في باركينج، اللي هو زي السايس اللي بيشتغل، شاب بسيط، شاب من كلية نظم ومعلومات، وبيشتغل زي معظم شبابنا المصريين اللي بيشتغلوا، بيساعد أهله، بيساعد في مصاريفه، بيجيب مصاريفه، فواقف بيشتغل زيه زي أي حد في أمان الله. فوجئ بواحد داخل عليه عايز يركن العربية، وفي واحد راكن شغله، فقال له ده العربية ديت بتاعت ناس وراكنينها وما ينفعش اشيلها. ف حتى الفيديو ظاهر ان مفيش مشادة ظهرت منهم، يعني واضح ان هو يعني الشاب دوت اخلاق جدا. الراجل ما عملش حاجة، الشاب يا جماعة ما عملش حاجة، بمجرد ان هو بيعمل شغله. ده شغله يا جماعة، ده شغله، ان هو بيركن عربيات كده وواقف، وده شغله، وشاب زي اي شاب، وواحد مصري زي اي مصري بيشتغل في امان الله. فوجئ بالراجل اللي احنا شفناه في الفيديو نازل ضرب كمية من الضرب فعلا تموت. انا كنت حاسه وانا بشوف الفيديو ان الشاب ده هيموت من كتر الضرب. ايه الغل ده كله؟ ايه الغل ده كله يا جماعه؟ كميه غل، وكأن الشاب دوت عامل فيه حاجه او في طار بينهم. تحس ان في طار يا جماعه بين الاتنين دول. ايه اللي بينك وبينه، او ايه اللي نرفزك ووصلك لكل الضرب والإهانة دي؟ ايه اللي يوصلك لكده؟ يعني الضرب اللي انت واصل له ده، تحس ان هو بينهم وبين بعض، بين الاتنين اللي احنا شفناهم في الفيديو ده طار، وانا جاي اخلص الطار. مش مجرد موقف عابر والعربية، موقف يعدي. سبحان الله، الشيطان يتملك من الانسان. والله العظيم الشيطان ممكن يتملك بالإنسان ويوصله لحالة إنه يقتل البني آدم اللي قدامه لمجرد الغضب. لمجرد إن أنا غضبت، إن أنا غضبان. سبحان الله، ما هو كتم الغيظ ده له مكان عند رب العالمين. لا مش سهل، الواحد مش سهل، بس إيه اللي يغضبك؟ الغضب وصل وتمكن منك لكل الكمية اللي احنا شفناها في الفيديو من الضرب. كمية ضرب يا جماعة مهولة،
بجد يعني تشوف الشاب ده، الشاب اللي بيتضرب دوت، تحس ان هو عمل جريمة كبيرة، عمل حاجة كبيرة في الراجل اللي عمال بيضربه. انا مش عارفة هو بيشتغل ايه، وظيفته ايه، بس ايه اللي يوصل الغضب، يوصل البني ادم ان انا امسك واحد معرفوش واضرب الكمية ويا عيني الشاب. انا قاهر قلبي والله العظيم، وجع قلبي ان هو يا عيني ما بدافعش عن نفسه. يعني لو حد جه عمل فيك، عمل لك كده، انت غصب عنك هتدافع عن نفسك. ده حاجة فطرية او طبيعية، ان الواحد لما بيتعرض لأذى، الواحد لو اتعرض لأذى في الطريق، من الطبيعي انك هتعمل ايدك كده وتدافع عن نفسك. الشاب واقف مش بيدافع عن نفسه، مفيش دفاع، هجوم 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 من الراجل، هجوم هجوم رهيب. حتى يا عيني والله ما دافع عن نفسه. تخيل انت تاخد كمية الضرب دي وما تدافعش عن نفسك، او حتى تعمل بايدك كده. ما دافعش. ايه وصلنا للمرحلة دي؟ ايه والله العظيم، يعني بجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، لا تغضب. الغضب غضبت، او الشيطان وصلك بقى لمرحلة الغضب، او غضبت من حاجة معينة، حاول انك ترجع، لان الشيطان هياخدك لمنطقة تانية خالص، ممكن الراجل يموت في ايدك. طب ليه؟ وبعدين تيجي تبص تلاقي السبب تافه، مش سبب يستدعي ان حضرتك تضرب الضرب ده كله. اقف فكر، لينا عقل سبحان الله. ما تخليش الشيطان يا جماعة يتملك. الشيطان لو تملك منك هيخليك تعمل كل حاجة تغضب رب العالمين. الشيطان لو تملك من البني آدم أقسم بالله بيخليه يعمل حاجات توصله لجهنم الحمراء. عدو لكم فاحذروه. الشيطان عدو يا جماعة، عدو. ليه وصل بني آدم لكمية الضرب ده كله؟ ايه وصلك لكل ده؟ الراجل الشاب الصغنن ده هيموت في ايدك، ما بدافعش عن نفسه. انت مين عشان تعمل فيه كل ده يا ابني؟ ايه ده؟ فيديو مستفز بكل معنى الكلمة، فيديو يقهر، يحسسك بالقهر بكل معنى الكلمة، يحسسك بالحزن. ليه بني آدم يعمل كده بني آدم؟ ليه كل والغريب اللي انت تحس ان هو حاجة غريبة، ان الشاب ما بدافعش عن نفسه. انا بستغرب، الراجل هيموت في ايدك. طب ولو مات هترجع تقول يا ريتني؟ نتقي الله في بعض، نتقي الدين يا جماعة. معاملة والله العظيم، الدين معاملة. الدين مش صلاة وصوم بس، الدين ان انت تعرف تتعامل، تعرف تفرمل نفسك في الغضب، عشان ما توصلش لمنطقة انت تندم عليها بعد كده. صح يا جماعة؟ ليكم التعليق، ليكم كل التعليق على الفيديو، ليكم التعليق يا جماعة على الفيديو. شوفوا الفيديو اللي انا منزلاه في الاول، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ايه اللي يوصل الانسان لكده؟ وليه الشخص دوت سؤال يعني ما دافعش عن نفسه؟ دافع يا ابني عن نفسك، احمي حياتك. ده طبيعي، ده طبيعي. الانسان لو اتعرض لاذى بيدافع عن نفسه. لا حول ولا قوة الا بالله. اكتر فيديو قهرني، اكتر فيديو زعلني. قولوا لي في التعليقات. انا ما بحبش اطول عليكم يا جماعه عشان الباقه. ربنا يخليكم ليا، منوريني جدا جدا، بس كنت زعلانه قوي من الفيديو قوي. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظ ولادنا، ربنا يحفظ المصريين من اي شر يا رب العالمين. ربنا يحمينا ويبعد عننا الشيطان يا رب العالمين. قولوا لي انا كنت زعلانه من الفيديو قوي. قولوا لي رايكم في التعليقات. ايه رايكم في الفيديو اللي انتوا شفتوه دلوقتي؟ وربنا يخليكم ليا. لو كنتوا وصلتوا للوقت ده في الفيديو اعملوا لي لايك وشير للفيديو عشان النصيحة توصل لحد تاني. ربنا يخليكم ليا، بحبكم في الله جدا جدا. هتوحشوني للفيديو الجاي. مع السلامة. اوعوا تنسوا اللايك. مع السلامة.